رونالدو يفاجئ أردا جولر بعد الواقعة المثيرة للجدل التي حصلت بينهما، ولكنه الآن قام بلفتة رائعة أثبت من جديد أن مثل هذه الأشياء لا يفعلها سواه. بعد الفيديو المنتشر لقائد البرتغال الذي لم ينتبه فيه لأردا جولر عندما حاول مصافحته لكنه أدار ظهره، وكأنه لم ينتبه للاعب البالغ من العمر 19 عاما، وكانت المباراة بمثابة حلم للشاب الواعد حيث يعتبر رونالدو قدوته. هذا التصرف من الدون تسبب في صدمة كبيرة للنجم التركي، وجعل الجماهير تنقسم إلى قسمين. البعض رأى أن البرتغالي تعمد تجاهل جولر، بينما دافع آخرون عنه مشيرين إلى أنه لم يأخذ باله من لاعب الملكي. لكن رونالدو فاجأ نجم الميرينجي بكلمات رائعة بعدما حرص على الحديث معه عقب المباراة. وقالت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية إن الأسطورة البرتغالي اقترب من أردا وتحدثا معا لمدة من الوقت بعد المباراة. وأوضحت أن رونالدو قال لجولر: في ريال مدريد دائما يجب أن نسعى للفوز بكل ما نملك. وأضاف: أرى أن الروح لا تزال كما هي، في إشارة إلى المجهودات المبذولة من طرف النجم الشاب الذي حاول بشتى السبل مع منتخب بلاده، لكن في الأخير فاز رفقاء كريستيانو بالمباراة. وسبق أن صرح جولر عقب انضمامه إلى ريال مدريد أن كريستيانو رونالدو هو مثله الأعلى.